حاجة حلوة أو حاجة وحشة عامةً يعني، وعايز تشاركها مع حد مش هتلاقي، فغصبٍ عنك مشاعرك هتبقى ليك، فمع الوقت يعني هتتعلم إن الحاجات اللي بتحصل لك تخصك أنت، فهتحتفظ بيها لنفسك، فمش هيبقى عندك حتة إن أنت عايز يعني حتة الcuriosity إن أنا عايزة أقول لفلان وفلان وفلان عشان ييجي معايا والّا عشان يفرح لي والّا عشان يدعمني بكلمة أو هتروح مع الوقت، هتحس إن أنت يعني الحاجة اللي بتحصل لي دي يمكن ما تهمش حد تاني، فهاحكيها ليه؟ فهتبقى شوية يعني قافل شوية على نفسك، مش مش عشان أنت هتبقى لئيم بقى وبتخبّي والكلام ده لأ، بس عشان أنت أصلًا يعني هتفقد الشغف حتى إن أنت تحكي حاجة حصلت لك، مع الوقت هتحس إن كل اللي بيحصل لك كلها حاجات عادية، حاجات في الحياة، طبيعي إنك تتجوز، طبيعي إنك تخلّف، طبيعي إنك تنجح، طبيعي إنك يحصل لك حاجة كويسة، طبيعي إن يحصل لك حاجة مش كويسة، يعني هتاخد كل الpackage دي وهتبقى بتاعتك وجزء من حياتك، وما أعتقدش هتضطر إن أنت يعني تقف عند كل لحظة عشان تحكيها لحد أو تشاركها مع حد. على فكرة الحاجة دي من الحاجات الصعبة، يعني أنا باحكيها كده، بس دي برضه يعني ما بتبقاش حاجة سهلة، لمّا بتفقد إحساسك إن أنت عايز تفرح بحاجة مع حد، الموضوع بيبقى صعب، بجد بيبقى صعب، لإنك ما بتحسش بقيمتها، يعني في حاجات كتير الواحد ممكن يتعرّض لها بسبب إن هو مثلًا لوحده، ما يحسش بيها، ما يحسش ببهجتها زي مثلًا لو حصل عيد الميلاد، أبسط حاجة، لو عيد ميلاد لوحدك هتعمل إيه؟ ولا أي حاجة، ممكن تجيب حتّة جاتوه والّا حاجة وتاكلها مع حاجة ساقعة وخلاص على كده وهتدخل تنام، يعني ما فيش أي حاجة هتعملها. لكن لو عيد ميلاد بقى أنت عامله مع جروب وناس بتحبك وناس بتحبها وقاعدين بتهزروا وبتضحكوا، في memory في ذكريات وفي لحظة يعني تفتكرها بعد ما تمشي، دي حاجة ودي حاجة، دي حاجة ودي حاجة.